عنكم من تاني وهكمل شغلي وهعيش واموت سترونج اندبندنت وومن. ها كلها غيرانة بتحقد. شيماء سيف ترد على منتقدي خسارة وزنها بفيديو طريف. ردت الفنانة شيماء سيف على انتقادات إعلامية شهيرة حول خسارة وزنها الفترة الماضية، وذلك بعد ظهورها في أحد اللقاءات التلفزيونية مؤخرا وإعلانها إجراء عملية تكميم. نشرت شيماء مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على الانستجرام وعلقت قائلة: الإفيهات وخفة الدم بلساني مش بالدهون والكرش، واخدة بالك يا صفرة، تعالي اشربي شاي عشان انا مقطعة. وكانت الإعلامية فجر السعيد قد هاجمت شيماء من خلال حسابها الخاص على فيسبوك، إذ نشرت صورة لها وعلقت عليها قائلا: شيماء سيف ضعفت وبقى دمها تقيل. حيث وصلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد إثارة الجدل بتصريحاتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، والتي تقوم من خلالها بانتقاد العديد من نجوم الوسط الفني والإعلامي. كان آخر انتقادات الإعلامية بسمة وهبة بسبب حديثها عن طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز. انتقدت فجر السعيد تصريحات الفنانة شيماء سيف خلال تواجدها ضيفة ببرنامج كلام الناس تقديم ياسمين عز الذي يعرض على قناة MBC، والتي تحدثت خلاله عن نجاح عملية تكميم المعدة وإنقاص وزنها بشكل كبير خلال الفترة الماضية. نشرت فجر السعيد انتقاداتها للفنانة شيماء سيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت وقالت: شيماء سيف ضعفت ودمها صار تقيل، كانت تقتلني ضحك الآن تكسر خاطري، حسف عليها خسرنا نجمة كوميديا. وأدلت الفنانة شيماء سيف بعدها بعدد من التصريحات في برنامج كلام الناس، من ضمنها خسارتها ما يقرب من 50 كيلو عقب نجاح عملية تكميم المعدة وعما يزعجها في الرجل، إلى جانب تفاصيل خلافها مع الفنانة هنا الزاهد وتصالحهما مؤخرا.